السلام عليكم بنات، كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا رب. اليوم جيت نقتسم معكم الوصفه ديال الكب كيك او المادلين ديال الدار. كيجيو رائعين البنات، احسن من ديال المحلات بألف مره. كيجيو ناجحين وسهلين في التحضير كما غادي تشوفوا معايا. كنتمنى اذا عجبكم الفيديو ديروا لايك وتشتركوا بالقناه اذا كنتوا اول مره كتشوفوا قناتي. نخليكم دابا مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه غادي ممتعه. نجيب واحد الاناء، غادي نحتاجو كاس ديال السكر سنيده مملوء، غادي نحتاجو 3 ديال البيضات متوسطين، غادي نضيف واحد القبيصه ديال الملح، وغادي نخلط هادشي مزيان. حتى كيتخلط السكر مع البيض مزيان، وعاد غادي نضيف كاس الا ربع ديال الزيت. تقدروا تستعملوا الطراب الكهربائي، يعني غير غادي نخلط السكر والبيض، يعني ما محتاجاش انه يطلع مزيان ولا يبرد. غادي نضيف دابا واحد الكاس الا ربع ديال الزيت، انا دائما كنقصد الزيت من الكيك ديالي، كما كتشوفوا راه تقريبا ناقص منها كاس الا ربع. وغادي نضيف واحد الياغورت ديال الفاني، بنفس الكاس ديال الياغورت كان غادي نعبر واحد الكاس ديال الحليب، عندي هنا 2 ديال الخمارات حمر. ودابا غادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه. العجين ديال المادلين كيكون شويه ثقيل على العجين ديال الكيك باش ما كيسيحش في الجناب ديال المادلين، كيتخوى في الجناب. يعني الدقيق انا ما كنعبروش، كندير عيني ميزاني. غادي نوريكم القوام من بعد كيفاش العجين خاصها تكون. الخميره كما كتعرفوا كنخليوها دائما في اي كيك حتى الاخر، ما كنوضعوهاش مع الدقيق في الاول. صافي هذا هو القوام ديال العجين المادلين ديالي، يعني لابد خاصها تكون بحال هكا ثقيله شويه على العجين ديال الكيك. صافي دابا من بعد ما كملت غادي نجيب واحد الاناء باش غادي نفرق هاد العجين هذا، باش النص غادي ندير له الكاكاو والنص غادي نخليه بيض.
هنا قبل ما نفرق هذا كما قلت لكم هذا العجين غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال الخل. هذا الخل هذا حتى الاخير، تقدروا تضيفوا بلاصتو واحد المعلقه كبيره ديال الحامض او عصير الحامض. غادي نزيد هنا واحد جوج. هنا من بعد ما كننتهي من العجين كنجيب المول ديال المادلين، كنوضع فيه هاد الكويرطات، وكل كويرطه كنوضع فيها معلقه كبيره هكا ممتلئه ديال العجين، وكنزين بداك العجين ديال اللي ضفتلو الكاكاو يعني، نعطيه هكا واحد الشكل ديال الرخامه بشكل عشوائي كيجيو يعني عاطين واحد المنظر زوين، وفي نفس الوقت كيجي داك المذاق ديال الكاكاو باين. فهما ساهلين البنات، انا دائما كنوجدهم لوليداتي. نتوما عارفين ان الوليدات ما كيبغيوش يفطروا في الصباح، فكياخذوا هكا وحده معاهم مع كويس ديال الحليب، وكنتمنى تجربوهم حتى نتوما لوليداتكم، فهما كيجيو رائعين البنات وخفافين وسهلين في التحضير وما كياخذوش لا وقت يعني دغيا كيوجدوا، وحتى المقادير راكم شفتوا يعني غير مكلفين وحسن بألف مره من ديال المحلات. هادو كيجيو كبيبرين وكيجيو المذاق ديالهم لا علاقه مع هادوك اللي كنشريو. ودابا من بعد ما ساليت غادي ندخلهم للفران اللي كنت سخنته من قبل ونقصلو مزيان كما غادي نوريكم. كنوضعهم في الجهه الفوقانيه الفران ديال الغاز حتى كيتنفخوا كيشدوا راسهم مزيان، عاد غادي نهبطهم يتحمروا كما قلت لكم. راه ساهلين، هذه هي يعني سميتو ديال الفران ما كيكونش مجهد. انا وضعتهم الفوق حتى تنفخوا كما كتشوفوا، وغادي نهبطهم يتحمروا لتحت الجهه التحتانيه، وغادي نستمر نكمل الكميه اللي تبقات ليا ديال العجين. فهما كيخرجوا كميه لا باس بها، هنا خرجت لي 21 حبه صافي. غادي نوضع الكميه اللي تبقات ليا في الفران وغادي نوريكم الشكل النهائي ديالهم. فكنتمنى ينالوا اعجابكم وكنتمنى فعلا تجربوهم، فهما ساهلين البنات وغير مكلفين، واهم حاجه ان الوليدات كيحماقوا عليهم، فاي حاجه كيبغيوها الوليدات كنحاولوا نديروها لهم هكا في الدار، كتكون حاجه نقيه وعارفين شنو درنا فيها. وكنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم.